إن لله وإنا إليه راجعون. كل نفس ذائقة الموت، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. قبل قليل من الآن وردنا هذا الخبر المحزن، وردنا خبر عن وفاة وكيل الملك بمدينة مغربية قبل قليل، لنتعرف عن هذه التفاصيل الإخبارية الجديدة والمحزنة. لكن قبل، كما العادة، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لتتوصلوا بآخر الأخبار المغربية فور علمنا بها. نأتيكم بالخبر الصادق أينما كنتم، وشكرا جزيلا لكم. فقبل قليل من الآن وردنا هذا الخبر المحزن والذي يفجع الأسرة القضائية بمدينة مراكش. قبل قليل من الآن نشرت واحد الجريدة صحفية موقرة وكتبت بالحرف الواحد: بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقينا يومه الأربعاء 18 يناير 2023 نبأ وفاة وكيل الملك السابق لدى المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش. وبهذه المناسبة الأليمة تتقدم صفحتنا لكافة الأسرة القضائية ولعائلة الفقيد بأحر التعازي، سائلين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويرزق ذويها الصبر والسلوان، إنه سميع مجيب، وإن لله وإنا إليه راجعون.